السلام عليكم. أولا اسمع ماذا حدث. طلق نار عشوائي داخل السوق المركزي وسط أعين عشرات المدنيين في يوم الجمعة الموافق 1/3/2025 وعند الساعة 1 ظهرا أقدم مسلحون بإطلاق نار حي في سوق القاد في منطقة ميفع، وعلى أثره تم إصابة الأخوة بإصابات جسدية من جراء إطلاق النار في الذخيرة الحية من قبل هؤلاء المسلحين المذكورين. ما حدث يا غالي عمل إجرامي وتصرف همجي يستحق المحاسبة والإنكار الشديد. دعا أبناء ميفع والمناطق الغربية لمدينة المكلا الجهات المسؤولة بمنع حمل السلاح والتجول به داخل المدينة، وذلك على خلفية حادثة إطلاق مسلحين النار داخل مجمع الخليج بميفع السفال ظهر أمس، والتسبب بإصابة عدد من المواطنين. شوف شظية على الرصاصة. هذا المواطنين. هذا المواطنين شوف شظية. وأنا لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا الموضوع، لكني أحب أن أعلق عليه ب10 نقاط. الأولى: المظاهر المسلحة في المدن والأماكن العامة تصرف غير حضاري تأنفه النفس البشرية ذات الطبيعة السليمة لما يحدثه من رعب وإقلاق للسكينة العامة. وقدام إطلاق نار اليوم في التدخل السريع في هذه المنطقة لمنع حمل السلاح أيا كان. نحن نعرف من أيام أن السلاح يحمله العسكري فقط، أما اليوم عربدة عشوائية، ما في أي انضباط، ما في أي التزام. ندين مثل أي تصرفات تشكل إزعاج وقلق السكينة العامة، نطالب الجميع بالامتناع والتكاتف مع السلطات القائمة بالحفاظ على أمن واستقرار المديرية. الثانية: أن من اضطر لحمل السلاح لأمر أو لآخر ينبغي عليه بل يجب أن يكون حكيما في تصرفه منضبطا في انفعالاته، فأرواح الناس ما هي بلعبة، ومن تساهل في ذلك يا ويله يا ويله من الله، يا ويله من الله في الدنيا قبل الآخرة. تم المشادات بينهم كلامية وتم إطلاق النار مباشر وسط السوق العام. السوق يعني داخله أكثر من 100 فرد وأكثر من 200. الثالثة: ألا يتساهل الناس في الأعمال الإجرامية وإن كانت يسيرة. لماذا؟ لأن التساهل بالأعمال الإجرامية ذريعة إلى استمرارها، بل ذريعة إلى كثرتها. أبناء ميفع لتنفيذ وقفة سلمية تنديدا بالحادثة ورفضا لحمل السلاح في المدينة أو أي تواجد للمظاهر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، والتي سبق أن تسببت بحوادث مشابهة وفقا للبيان. مع العلم أن قضية الدماء من أعظم الجرائم والكبائر في دين الإسلام الحنيف الذي جاء بالرحمة والأمان للبشرية. اسمع الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق. فكيف لمسلم بعد هذا الحديث يتساهل في قضية الدماء والأبرياء من إخوانه المسلمين؟ يقول لك هذه مجرد إصابات خفيفة ويسيرة لا تضر، حتى وإن كان الجرح مثقال ذرة لا يجوز أبدا للمسلم أن يحدثه في أخيه المسلم بغير حق، كما أنه لا يجوز أبدا أن يتساهل في ذلك ويقال هذه مجرد إصابات خفيفة لا عبرة بها. فهذه نظرة عقلية لا يقرها الإسلام، بل هي مردودة على أصحابها. أبنائنا الأطلاق نار ولا زالوا مرقدين في المستشفى بسبب هذه الأعمال. الرابعة: أنه يجب التكاتف والاتحاد من أجل المصلحة العامة مهما كان الاختلاف. نطلب من الجميع التكاتف، الحفاظ على الأمن والاستقرار. هذا الذي رأيناه في ميفع مدينة السلام. قد رأينا الصغير والكبير، رأينا المعلم والطالب والطبيب، رأينا البدوي والحضري، كلهم تكاتفوا في إبدانهم ووحدوا أصواتهم وشكلوا لوحة جميلة عنوانها كلنا من أجلك يا ميفع. وكم نتمنى أن يتكرر مثل هذا المشهد، وأن يتكرر مثل هذا الإخاء والتكاتف بين أبناء ميفع الحبيبة من أجل تحقيق خدماتهم ومصالحهم العامة. طبعا اليوم أبناء ميفع جميعا يتوفدون من كل صوب وحدب احتجاجا واضحا على الأعمال التعسفية التي حصلت يوم أمس
في سوق مجمع ما ينفع. أي عمل خارج عن نطاق الدولة لا يمثلنا، ما يمثل إلا نفسه. الخامسة أن نهوض المجتمع ضد ظاهرة سلبية معينة أو مشكلة معينة لا يلزم منه أن يكون ذلك النهوض أو يكون ذلك المجتمع ضد فرد معين بذاته أو جماعة معينة بذاتها أو مكون معين بذاته، بل ربما يكون الهدف إنكار تلك الظاهرة السلبية والسعي إلى حل تلك المشكلة. لسنا ضد أحد، ولكن حماية على أنفسنا وحماية على أرواح أبنائنا. لقد رأينا من يطالب بحقوق حضرموت ويؤيد تلك المطالب المشروعة الهادفة، ونفسه من ينكر هذه الأعمال الإجرامية والهمجية التي تضر المجتمع وتهدد الأمن والسلامة والسكينة العامة. نوجه رسالة سلام إلى كل الجهات المسؤولة ذات العلاقة بالقرار، وأن الشخصيات الاجتماعية والأعيان ومنظمات المجتمع المدني بميفع نشجب وندين بأحر العبارة هذا العمل الإجرامي من قبل هؤلاء المسلحين الخارجين عن النظام والقانون. أنه لا بد من وجود أشخاص غيورين على الدين، غيورين على المجتمع، حتى يحركوا المياه الراكدة ويحولوا القضايا إلى رأي عام يتحدث عنها الجميع بكل المواقع والحسابات. إذا رأوا خطأ أخبروا الجميع أن هذا خطأ لا بد أن يصحح. إذا رأوا مشكلة أخبروا الجميع أن هذه مشكلة لا بد أن تعالج. فأمثال هؤلاء هم أمان للمجتمع، وإذا خال المجتمع من هؤلاء لماتت القضايا ولتناثر المجتمع وتساقط كما تتساقط أوراق الشجر. هذا هو الشيء الجميل الذي رأيناه في هذه الأحداث. رأينا الكاتب يكتب والناشط يتحدث، وهذا يصنع محتوى وهذا يغرد وهذا حتى تحركت المياه الراكدة ونجحت الوقفة. السابعة أن القضايا التي يتخلى عنها أهلها يتخلى عنها الآخرون تتعرض للتجاهل والنسيان، أما القضايا التي يتصدر لها أهلها تفاعل معها الآخرون وتحظى بالعناية والاهتمام. هذا الذي رأيناه في هذه الأحداث حينما تصدر أهل ميفع لقضيتها، فاعل معهم الآخرون من إعلاميين وكتاب وناشطين، بل نزلت قنوات فضائية بذاتها بعدد لأول مرة يحصل في ميفع، نزلوا من أجل تغطية ذلك الحدث ونقل ذلك المشهد إلى الناس. التقرير التالي نفتحه في المكلا، حيث خرج المئات من أبناء مديرية ميفع غربي مدينة المكلا في وقفة احتجاجية غاضبة ترفض انتشار مسلحين خارجين عن القانون. نظم أبناء وأعيان مدينة ميفع بمديرية بروم غربية محافظة حضرموت وقفة احتجاجية سلمية تنديدا بإطلاق النار على المواطنين في مجمع سوق ميفع. وقفة احتجاجية حاشدة خرج فيها مشايخ وأعيان المنطقة للتنديد بواقعة إطلاق الرصاص الحي من قبل أشخاص مسلحين من خارج المنطقة أصيب على إثرها 3 مواطنين. الثامنة أن نسبة التفاعل مع القضايا والأحداث يكون بحسب حجمها ومضمونها، فحينما يتعلق الأمر بالأمن والسلام وتهديد السكينة العامة هنا يكون التفاعل بنسبة أكبر. الأجهزة الأمنية والعسكرية سارعت في احتواء الموقف بالتعاون مع المواطنين الذين باتوا يعيشون في حالة ذعر بسبب انتشار الأسلحة. تاسعا أن التكافل الاجتماعي والمواقف الإنسانية لا تتضح ولا تبان حقيقتها إلا عند الشدائد والمواقف الصعبة. هؤلاء المصابين بقيادة الشيخ عمر سليمان بقروان. يا شيخ عمر. العاشرة والأخيرة أن الخير أحيانا يكمن في الشر، فبالرغم من مرارة الحدث وشدته وخطورته إلا أنه أثمر الكثير من المحاسن التي منها أولا ظهور الأخوة الحقيقية واللحمة المجتمعية بين أبناء ميفع، وإرسال رسالة إلى العالم أن ميفع ليست فريسة سهلة، وأظن أن الرسالة قد وصلت. ثانيا مراجعة الحسابات لدى من وقع في هذا الخطأ الكبير،
حتى لا يتكرر هذا المشهد المقرف. ثالثا، تحرك أصحاب القرار وذوي السلطة بشكل عاجل ليقوموا بواجبهم المجتمعي. أكدت اللجنة الأمنية في حضرموت جاهزية قوات الأمن والجيش للتصدي لأي تجاوزات تعكر صفو الأمن. وشددت اللجنة في اجتماع لها على ضرورة منع دخول السلاح والتجول به في المدن وحصره في أيدي الجهات المعنية بالدولة. رابعا، صدور قرارات رئاسية تبشر بالخير لأهل حضرموت عام ساحلا وواديا. نسأل الله تعالى أن يفرحنا بتنفيذها كما فرحنا بإصدار خبره، كما نسأله أن يفرح الجميع بالفرج القريب لهذا الوطن الجريح. كل هذه الأحداث أغاني جاءت متتالية ومتوالية بعد أحداث ميفع. هذا ما يدلك على أن الخير أحيانا يكمن في الشر. إن الترتيب والتنظيم من أبرز أسباب نجاح الأعمال والحملات بمختلف أنواعها. هذا السبب الذي جعل وقفة أبناء ميفع تنجح، توصل رسالتهم إلى العالم بشكل واضح، التي أبرزها حظر المظاهر المسلحة في مدينة السلام ميفع، بل في جميع حضرموت بلد السلام والأمان. لا بد من متابعة ذلك حتى يكتمل النجاح وتكتمل فرحة الأهالي. يعطيك العافية.